كثير من المسلمين لا يعلمون كم مرة تغير لون القبة الخضراء في المسجد النبوي الشريف. فلنرجع إلى البداية. كان ذلك في عام 622 ميلاديا بعد الهجرة، حين وصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فأسس بيديه المباركتين المسجد النبوي. في ذلك الوقت لم تكن هناك قبة، بل كان المسجد بسيطا وسقفه من جريد النخل. ومع مرور الزمن وفي عهود لاحقة أنشئت قبة فوق الحجرة النبوية، لكنها لم تكن خضراء في البداية، فقد تغير لونها عبر التاريخ، فكانت بيضاء ثم زرقاء ثم مائلة إلى البنفسجي، حتى استقر لونها أخيرا على الأخضر. وكان ذلك في العهد العثماني، حين أمر السلطان محمود الثاني بطلائها باللون الأخضر، ومنذ ذلك الحين عرفت باسم القبة الخضراء. وهكذا فإن هذا المعلم العظيم لم يكن دائما بهذا اللون الذي نراه اليوم، بل مر بتاريخ طويل من التغييرات. سبحان الله، كم من أسرار نجهلها عن تاريخ مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.